بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم راح ندير معاكم أنجح جينواز ممكن تجربوها من مطبخ ليان كيتشن. أتمنى تنال إعجابكم. سهلة وبسيطة، مقاديرها في كل بيت إن شاء الله. 5 حبات بيض تقدر ديريها وتفرحي بها العائلة تاعك. يعني لي ما تنجح لهمش الجينواز، بإذن الله في هذا الفيديو راح تتعلمي الطريقة وتولي عندك خبرة فيها إن شاء الله. نبدأ بسم الله على بركة الله. هنا نحتاج 5 بيضات، نفصل البياض عن الصفار، ونحتاج 5 ملاعق سكر عادي. هنا راني فصلت الصفار عن البياض، هذه انجح وصفة للوحدة مبتدئة. هنا 4 ملاعق زيت، 4 ملاعق حليب، 5 ملاعق دقيق أي فارينة، وهنا 5 ملاعق سكر. هنا لافاني. هنا حطيت في البيتران تاعي البياض مع قرصة الملح ونطلعهم جيدا. هنا استعيني بالباتير، ما كاين حتى مشكل. انا لاني عندي شغل برك حطيتها في البيترا باش تسهل عليا بركه. عفوا. هنا نطلع البياض مليح مع قرصة الملح اللي ما ذكرتهاش في الاول. وهنا بعد ما طلعت البياض نضيف ملعقه خل ابيض، الخل اللي عندك، المهم يكونش منكه فقط. شوفوا هنا بعد ما طلعت البياض نبدا دركا نضيف السكر. نضيف السكر على 3 مرات كما راكم تشوفوا، ونخلط اونديري ميرينغ. السكر تاعنا قلت لكم نضيفه على 3 مرات. تحبي تضيفيه ضربة واحدة ضيفيه نورمال، المهم لازم السكر يختفي تماما. هنا نضيفه لافاني. بالنسبة لهذا الفيديو راهو قديم، راهو ملي محسوب فتحت القناة عاودت المونتاج فقط، لأنه بعض الأخوات طلبوا مني نعاودو بصوتي كامل. وشوفوا هنا بعد ما طلع معنا بياض البيض، شوفوا اونديري ميرينغ. نضيف الزيت والحليب، اني ضفتهم مزجتهم مع بعضهم فقط. نضيف الزيت والحليب. واش الدور تاع الزيت والحليب يعطي الجينواز تاعنا طراوه، يخليها طريه في الاخير. نضيف الصفار. كما راكم تشوفوا الصوره راهي موضحه. جربوها البنات واعتمدوها بإذن الله، والله جينواز ناجحة 100%. لكل وحدة مبتدئة تقدر تديرها بإذن الله. وما ننساوش نصلوا على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شوفوا هنا القوام تاعها، راكم تشوفوا في القوام تاعها. وهنا راح نعطيكم طريقة جديدة اللي ما عندهاش المول او البلاطو تاع الكيك. شوفوا شوفوا القوام تاعها، ربي يبارك. اونديري مايونيز. هنا نديروا الطحين تاعنا اللي هما ذكرناهم 5 ملاعق طحين، 5 ملاعق اكل مملوئين.
وهنا الخلط يكون برفق باش ما نهبطوش القوام تاع بياض البيض تاعنا. هنا غير بالفوي فقط، من الأسفل إلى الأعلى، من الأسفل إلى الأعلى، حتى نخلطوا الفارينة تاعنا أي الطحين، حتى نكملوا الكمية اللي معانا كامل تاع الفارينة. وما ننساش نرحب بمشتركاتي الجدد، نقول لهم ألف مرحبا، نورتوا القناة. وما ننساش ثاني صديقاتي الوفيات اللي وقفوا معايا في قناتي من الأول، نشكرهم وألف شكر لهم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. شوفوا مع بعضنا هنا نخلط حتى تتخلط معنا وبرفق. خلاص ما بغيتش نسرع الفيديو باش تفهموا الطريقه، لكن بعض الاخوات شوفوا هنا الطريقه اللي قلت لكم عليها. جيبي كاسرول عندك، ما تكونش ذرعها نيلون، لا كيما راكي تشوفي، او كسكاس، اي واحد يعرف الكسكاس، الخطا تاعو، الخطا البرمه. نحط عليه ورق الزبدة وندهنوها بالزيت فقط، ندهن الحواف كامل بالزيت كما راكم تشوفوا، راني دهنتها كاملة بالزيت، وضعت ورق الطهي في الأسفل. وهنا راني فرغت الخليط، وهنا السطح لازم تسووه جيدا كما راكم تشوفوا، لازم نسويه جيدا. وبالنسبة للطريقة تاع التزيين، انا ما زينتهاش في الفيديو هذا، عندي فيديو في القناة مزينة الكيكة هذه الجينواز. اللي حبت الطريقة نخلي لها الرابط في اسفل الفيديو، تلقاها وسهلة وبسيطة. ديروها في اعياد الميلاد، تفرحوا بها اولادكم، ديروها في اي مناسبة، عيد زواج، اي مناسبة تحبوها نتوما. شفتوا الطريقة هذه اللي ما عندهاش مول، يعني سهلة خلاص. انا والله صراحة شفتها في الفيسبوك وقلت والله نجربها ولما لا معاكم، ونجحت لي والحمد لله، وجات جينواز ناجحة 100%. وهنا شوفوا الكيكة تاعي بعد ما خرجتها، شوفوا ما شعلتلهاش من الفوق خلاص، لان الكوزنير تاعي سخون بزاف. شوفوا هنا نقلبوها، شوفوا ما شاء الله. انا نحيولها ورق الطهي، انا راي مازالت سخونه خلاص، جات اسفنجيه ما شاء الله. والله جربوها البنات وما تندموش صراحه، جينواز في القمه. اللي تحب ديرها في سيرسو كاري او مول كاري ديرها، ما كاش مشكل، ولا قلب عادي جدا كما راكم تشوفوا. شوفوا ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. نقطعها، لازم تخليوها تبرد تماما، غلفوها ولا خليوها، ومن بعد قطعوها بعد حوالي ساعتين باش تحكم روحها وما تخسرش معاك. وهنا ما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، مع السلامة في فيديو لاحق إن شاء الله.